السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. مش هاخد من وقتكم كتير. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع يمكن انا بعتبر ان الحياة بصراحة علمتهولي وادتني درس كبير في الموضوع ده. معرفة الاشخاص يا جماعة مش بتكون يعني انا من وجهة نظري واللي انا اتعلمته وعرفته مش بالمدة الزمنية ان واحد يفضل معاك سنة سنتين تلاتة، لا. معرفة الاشخاص بتبقى يا جماعة مفهومها من ناحية المواقف. هي بتبين الرجال وهي بتبين المعدن بتاعهم. قعدت معاه كذا سنة بس ما اختلطتش معاه في مواقف، ما لما حصلت معايا ابتلاءات وحصلت معايا ظروف ما شفتوش واقف معايا. الحاجات دي كلها هي اللي بتبين معدن الرجال وبتبين المواقف بتاعهم. لكن المدة الزمنية دي ملهاش أي علاقة. أنا من وجهة نظري واللي أنا فهمته يعني، وحضرتكم ممكن تختلفوا أو تتفقوا معايا، بس دي وجهة نظري اللي حبيتها أقولها النهاردة. احنا لما نفهم الناس يا جماعة ما نفهمهمش بان هم قاعدين معانا كذا سنة سنة سنتين تلاتة، لا. احنا نعرف الرجال ونفهمهم بالمواقف. وقف معايا عني حتى لو بالكلمة يا جماعة، يعني ما تستهونوش في معنى الكلمة، وانه الكلمة دي ليه اثر كبير جدا على النفوس. طبطب عليا، قال لي كلمة كويسة، وقف معايا. اول واحد بقدر ان هو يتكلم معايا في تليفون، سأل عليا، كان من ضمن الناس اللي هي بتسأل عليا بدون ما انا يعني اطلب السؤال، وبدون ما انا اقول يا جماعة انتوا ما بتسألوش عليه. فالمواقف بصراحة اللي عرفتها هي اللي بتبين مع ده الرجال. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.